قل الذي قامت تبدي شعرها أول كلام الغافله مالي وصوف، بعدها عاد تكشف في المواقع صدرها وتقول لمن علق لها شاهد وشوف، وفي النهاية بتبدي من أجل الحق بعدها كم من خروف. ما العيب فيها؟ أين والي أمرها لا وفقه من باع عرضه بالألوف، عمر التعري ما بيرفع قدرها. والمشكلة إحنا على الدنيا ضيوف، من نسيت العادات تذكر قبرها على الكفن بكرها يلفوها لفوف. قلنا وصيحنا نصحنا عمرها من قبل ما تدخل بطيات الكشوف، وتصير سلعة مهملة في دهرها من حولها الأوساخ والذلة تطوف. لكن قبيحة صدق ملعن ثغرها تقول سبلة قرد منتوفة نتوف، عجز تميز وجهها من ظهرها لو عد معاها عين من عين الهنوف. أقسم بربي لا ترعش خصرها في كل مسرح والعوالم ذي تشوف، لكن قد الله جل ربي غرها في وجه خادم مثل ليلات الخسوف. وأبشرك ما دام فكت شعرها بكره تعري جسمها من دون خوف، لجل الدراهم عرضها ما ضرها وتظن ان الكل في هذه يروف. ما تدري انه لو يصبح مهرها حبة مليم والقسم لا صنع طوف.